بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بشرح قانون الإجراءات الجزائية. أولا، ما هو القانون الجزائي؟ القانون الجزائي يتكون من شقين، من شق موضوعي وهو يعرف بقانون الجرائم والعقوبات، الذي يهدف إلى حماية المصالح الاجتماعية عن طريق تحديد الجرائم التي ينهى الشارع عن فعلها ويحدد العقوبات على ارتكابها. مع ذلك فإن نصوص قانون العقوبات تظل ساكنة، تحتاج إلى وسيلة تضعها موضع التنفيذ. ما هي هذه الوسيلة؟ يأتي دور قانون الإجراءات الجزائية الذي يمثل الشق الإجرائي أو الشكلي للقانون الجنائي، فهو يحدد الكيفية التي يطبق فيها قانون العقوبات وطريقة إثبات الجريمة وتوقيع العقوبة على الجاني. فالقاعدة أنه لا عقوبة بدون دعوى جنائية ولا عقوبة دون حكم بات. لذلك فقانون العقوبات يظل في حالة سكون، فيقوم قانون الإجراءات الجزائية بنقله من حالة السكون إلى حالة الحركة. إذن ما هو تعريف قانون الإجراءات الجزائية؟ هو مجموعة القواعد القانونية التي تقررها الدولة بهدف تنظيم الدعوى الجنائية من لحظة ارتكاب الجريمة حتى صدور الحكم فيها. مما سبق يتضح أن تنظيم الإجراءات الجزائية يستلزم نزول الدولة والمجني عليه عن حقهما في توقيع العقوبة على الجاني، واللجوء إلى الوسائل التي نظمها القانون، وهذا ينأى للدولة عن حب التسلط والاستبداد، وينفي عن المجني عليه حب الانتقام الفردي. ما هو موضوع قانون الإجراءات الجزائية؟ قانون الإجراءات الجزائية ينظم الآتي: يحدد الهيئات التي عهد إليها القانون بمباشرة الإجراءات الجزائية، وهي متعددة من حيث الدور، من حيث الوظيفة. هذه الهيئات هي الضبطية القضائية والنيابة العامة وقضاء الحكم وسلطة التنفيذ العقابي. ما هي الحكمة من تعدد هذه الهيئات واختلاف دورها؟ هو توفير ضمانات للأفراد من استبداد تلك السلطات. ويشترك قانون الإجراءات الجزائية وقانون النيابة العامة وقانون السلطة القضائية في تشكيل كل هيئة من هذه الهيئات وحدود اختصاصها. الموضوع الثاني من موضوع قانون الإجراءات الجزائية بيان القواعد الإجرائية التي تنظم عمل كل هيئة من الهيئات التي عهد إليها بمباشرة الإجراءات الجزائية في مراحل الدعوى الجزائية المختلفة، وهي مرحلة الاستدلال ومرحلة التحقيق الابتدائي ومرحلة المحاكمة ومرحلة تنفيذ العقوبة. خصائص قانون الإجراءات الجزائية يتميز بما يأتي: 1. قانون الإجراءات تابع لقانون العقوبات، فلا يتصور عقلا ومنطقا أن يوجد قانون إجراءات دون أن يكون هناك نص تجريمي يقرر حق الدولة في العقاب، فقانون الإجراءات لا يعمل إلا بمناسبة وقوع جريمة منصوص عليها. الخاصية الثانية أن هناك تلازم بين تطبيق قانون الإجراءات وبين تطبيق قانون العقوبات، وعلة ذلك أنه لا عقوبة دون حكم نهائي.